أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم لنستكمل سويا رحلتنا الممتعة والشيقة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة هتساعدك إزاي تغيري نظرتك لنفسك وللي حواليكي. هنتكلم النهاردة إزاي تتعاملي مع الأشخاص السلبيين أو مستنزفي الطاقة في حياتك اللي انت مجبرة على التعامل معاهم بصورة شبه يومية، زي القرايب، من أم، من أب، من أخ، من أخت، من أم الزوج، أخت الزوج، أي حد في محيط العائلة أو حتى الزوج نفسه. خليني أقول لك سر مهم، إن الناس بتتعامل معاكي بنفس الطريقة اللي انت بتتعاملي بيها مع نفسك. لو صورتك عن نفسك مشوهة، ردود أفعالهم هتبقى انعكاس للصورة دي. لو انت واقفة قدام المراية ومش قادرة تحبي اللي شايفاه، ازاي تستني من ناس بره تعاملك بمحبة؟ لو طول الوقت بتعاتبي نفسك على الغلط، ازاي مش هتسمعي نفس العتاب من غيرك؟ انت المصدر وكل اللي بره مرايات. تعالي نفك الجمل اللي قلتها لك دي. اولا، لو ما بتسامحيش نفسك استعدي، الناس هتعاقبك. ليه؟ لانك من جوه بتصدقي انك تستحقي العقاب، فالعالم يقول لك حاضر ويطبق اللي انت صدقتيه. ثانيا، لو بتجلدي نفسك استني الجلد من غيرك. كل مرة بتقولي أنا غلط، أنا سبب كل حاجة وحشة، انت كده بتعلمي الناس الجملة دي عنك. ثالثا، لو شايفة نفسك غير مهمة، الناس هتشوفك كده لأنك انت اللي سلمت لهم الحكم ووافقت تعيشي على الهامش. رابعا، لو كل الناس أهم منك، أكيد هيتعاملوا معاكي بنفس الفكرة، لأن انت قلت لهم كده من غير ما تتكلمي. أفعالنا بتصرخ عن اللي مش بنعرف نقوله. اسألي نفسك، لو أنا مش شايفة قيمتي مين هيشوفها؟ انت اللي بتحطي حدود احترامك، انت اللي بتحددي مكانك في حياة كل شخص، انت اللي بتقولي للناس ده مقامي. الشخص السلبي مش مشكلتك، مشكلته مع نفسه. لكن لو دخل حياتك وبدأ ياكل من طاقتك، يبقى انت كده اللي محتاجة تقولي لا، مش هسمح. الشخص السلبي اللي بيعيش في ظلام وبيحاول يطفي أي نور حواليه علشان ما يحسش إن في فرق، لكن طول ما نورك ثابت مفيش حد يقدر يطفيه. اوعي تعتبري هدوءك ضعف أو طيبتك سذاجة أو سكوتك خوف، دي قوة، بس لازم تكون قوة لها حدود. واجه السلبية بوضوح، مش بصوت عالي، بصوت ثابت. أنا أستحق احترام، أنا مش مصدر إحباطك، مش هحمل ذنوب العالم على كتافي. لو قابلت حد شايف نفسه محور الكون وقالت لك أفكار سلبية إنك أقل، قوليله جواكي أنا مش مرايتك. روح واجه نفسك مع نفسك.
الوعي هنا إنك تفهمي إن الناس بتعكس لك اللي جواكي، فغيري اللي جواكي هتغيري نظرة كل اللي حواليكي. غير إدراكك تتغير للأفضل حياتك. مش مطلوب منك تغيري الناس، مطلوب منك تغيري رد فعلك، تغيري علاقتك بنفسك، تغيري احترامك لذاتك. اسألي نفسك: هل أنا بعامل نفسي بإهانة ولا باحتضان؟ بتغافل عن أذاهم ولا بحمي قلبي؟ بسمح لكل حد يدخل ولا بفتح الباب للي يستحق؟ أول ما تحطي كرامتك فوق أي علاقة هتلاقي اللي بيحبك بيقوم بنفسه علشانك، واللي مش على قدك هيمشي لوحده. انت مش مضطرة تستحملي السلبية ولا تلعبي دور الضحية ولا تلومي الدنيا. انت ليكي قيمة وليكي نور وليكي مكان وليكي صوت. ابدأي بنفسك وتعاملي معاها بالرحمة، سامحيها، احضنيها، ارفعيها. لما تحطي نفسك في مكانها الصح كل العالم هيتعامل معاكي بالطريقة الصح. دي أول خطوة حقيقية للتعامل مع الأشخاص السلبيين، إنك تبطلي تكوني نسخة سلبية من نفسك. عايزك تسألي نفسك دلوقتي: لو أنا احترمت نفسي أكتر هيفرق إيه في طريقتهم معايا؟ جاوبي وهتعرفي كل حاجة. خليكي مركزة معايا دلوقتي، لأن اللي هقوله هو اللي بيحصل معاكي بالحرف، حتى لو عمرك ما قلتيه لحد. انت بتروحي تقعدي مع الناس، تبتسمي، تهزري، تسمعي، تشاركي، تحاولي تبقي لطيفة وتطلعي أحسن نسخة منك. لكن أول ما بترجعي البيت الكمامة بتقع، وتسألي نفسك: هو أنا ليه رجعت مرهقة كده؟ هو ليه الضحك خلاني أرجع أبكي؟ هو ليه السعادة اللي كنت فيها اختفت؟ هو في حد أخد مني حاجة؟ أخدوا طاقتك، أخدوها كلها، وانت ما خدتيش منها ولا ذرة. الناس اللي بنحبهم بعضهم مش بيدينا، بعضهم بيسحب مننا. تعالي أعرفك على الثلاثة اللي أكيد قابلتيهم. أول صنف كثير الانتقاد، ده اللي قاعد لك مترصد لأي كلمة، لكل نظرة، لكل تفصيلة، يلقط غلطة من الهوا ويا ويلك لو لقاها. مين قال إن ده يليق؟ انت ليه دايما بتفكري غلط؟ ده لبس، ده ذوق. انت فاهمة؟ الكلمة اللي بتخرج منه بتدخل جواكي وتستقر زي حجر تقيل اتزق جوا صدرك، وتفضلي بعدها تسألي نفسك: هو أنا فعلا أقل من غيري؟ هو أنا مش كفاية؟ الصنف التاني مكبري الصغيرة، الدراما كوين وكينج. دول بقى مش بيفوتوا فرصة يحولوك المجرمة حرب علشان اتأخرتي 5 دقايق، أو علشان ما جبتيش حاجة كانوا طالبينها منك من السوبر ماركت، أو علشان ما انتبهتيش لمزاجهم المتقلب. تفضلي تشرحي، توضحي، تعتذري، وبرضه مش كفاية، لأن هدفهم مش يفهموكي، هدفهم يحسسوكي دايما إنك غلط حتى لو كنت صح. الصنف الثالث من الأشخاص السلبيين الشكاء المحترف، ده لو سألتيه عامل إيه تبقي ظلمت نفسك، تبدأ الحفلة
الكون كله كأن كله متآمر عليه، والحياة ظلماه، والناس كلها وحشة، وانت تسمعي وتتعاطفي وتسندي وتدعمي وتفضلي تنزلي معاهم لدرك الشكوى لحد ما تلاقي نفسك محملة بأحزان مش بتاعتك، وبتنزلي لظلمتهم من غير ما تحسي. انت تفتكريهم اصحابك، اهلك، قرايبك، ناس بتحبيهم، بس هم بيمتصوا طاقتك كل مرة زي لمبة بتتنور لمجرد ان حد شبكها فيكي. انت مصدر النور، وهم مش بيشحنوكي، هم بيفضوكي. خليني أسألك سؤال مهم. كم مرة خرجتي من قعدة، من جلسة، حاسة إنك محتاجة جلسة تانية عشان تتعافي من الجلسة الأولى؟ كم مرة قلتي أنا مش عايزة أروح، بس لما رفضتي حسيتي بالذنب ورحتي، ورجعتي بالذنب والإرهاق مع بعض؟ اعرفي كويس إن قلبك طيب، بتحبي تساعدي، بتخافي على الناس، بتتمني لهم الخير، وبتقولي أستحملهم أصلهم غلابة. لكن السؤال بقى هو مين اللي هيستحملك انتي؟ مين اللي هيشيل همك لما قلبك يقع؟ مين اللي هيلم روحك لما تتناثر؟ الوعي يبدأ من هنا، من اللحظة اللي تستوعبي فيها إن محبتك للآخرين مش معناها تدمري نفسك علشانهم. لو قعدتك معاهم بتطفيكي يبقى لازم تحافظي على نورك. نورك ده مش رخيص ولا مستباح ولا متاح للي يسوى واللي ما يسواش. انت مش محطة طاقة عامة، انت إنسانة وليك روح وليك استحقاق وليك حدود، واللي ما يقدرش ده يستحق نسخة محدودة جدا من وجودك. ولسه مستمرين في رحلتنا علشان أقولك إزاي تتعاملي معاهم من غير ما تفقدي نفسك، إزاي تحبي وتحمي نفسك في نفس الوقت، وإزاي تفضلي قوية حتى وسط ناس بتسحب منك القوة. خليكي معايا، لأن الحلقة دي والحلقات اللي جاية هتغير حياتك للأحسن وبالراحة، بس بثبات، علشان تعيشيها صح. انت قاعدة وسط ناس بتحبيهم، بتسمعي كلامهم، بتشاركيهم، وبعد ما تمشي تحسي انك مهدودة، مش فاهمة ليه جسمك بقى تقيل، عقلك بقى مشوش، وروحك ما فيهاش نفس. اللي حصل ان طاقتك خرجت لانك كنت مفتوحة على الاخر، وجسمك استقبل كل حاجة حتى اللي ما يخصكيش. علشان كده أول خطوة في التعامل مع الناس دي إنك تحافظي على حدودك من غير ما تتكلمي ولا تبرري. إزاي؟ أول حاجة بوضعية جسم بسيطة، حركة صغيرة لكن تأثيرها كبير. تربيع اليدين. مع تربيع اليدين انت كده بتقفلي الدايرة، مفيش طاقة داخلة جواكي من حد. الجسم بيبعت إشارة كفاية لحد هنا، أو إنك تضعي قدم على قدم. انت كده بتقفلي خط مهم بيمر من رجلك لحد صدرك، وبتقللي مساحة الامتصاص. مش محتاجة تبيني إنك بتاخدي موقف، ومحدش هيلاحظ ولا هيلاحظ إنك بتحمي نفسك. انت بس بتحمي نفسك. ولو الوضع ده
مش مناسب، ولو الشخص ده حساس وبيفكر زيادة ومش عايز يطلع بره الموضوع ويفهم إنك بتقللي منه، اعملي حركة ذكية ولا حد هيحس بيها، وهي إنك تحطي لسانك في سقف فمك. ودي نقطة عبقرية بتفصل مسار طاقي بيكون مفتوح طول الوقت وبيستقبل كل كلمة وكل نبرة وكل شكوى وكل انتقاد. مجرد إن لسانك يلمس سقف الحلق، الاتصال ده بيتقفل وكلام الناس بيفضل بره، ما ينفعش يدخل جواكي. انت كأنك قفلت باب مخفي، محدش يعرف مكانه غيرك ومحدش يقدر يفتحه غيرك. فكري في الموضوع بالشكل ده، اللي قدامك بيتكلم وبيطلع اللي عنده، ده حقه، بس ان كلامه يدخل جواكي ويستنزفك ده اختيارك انتي. وضعية جسمك هي دفاع، هي خط الدفاع الأول. الصمت الحكيم هو خط الدفاع التاني. ايديكي مقفولة، رجليكي متشابكة، لسانك فوق، طاقة جسمك ليكي مش لأي حد. وقتها الموضوع مش هجوم ولا دفاع ولا عناد، الموضوع وعي. وعي بجسمك، وعي بحدودك، وعي بسلامك. انت لما تعملي الحركة دي ما بتبعديش عنهم ولا بتأثري في حقهم، انت بس بتقولي لنفسك من جوه أنا هستقبل اللي يناسبني وهسيب الباقي بره. في كل مرة تقعدي مع حد مرهق نفسيا اعملي الحركة دي وخليك متابعة إحساسك. هتحسي إنك خرجتي من نفس القعدة وإنت لسه عندك طاقة، لسه عندك روح، لسه عندك نفس تكملي يومك. انت تستحقي ده، وطاقتك غالية وما ينفعش تكوني متاحة لأي حد يسحب منها من غير ما ياخد إذن. انت اللي ماسكة المفتاح وانت اللي بتقفلي الباب وقت ما تحبي، وببساطة وبهدوء وبذكاء. الخطوة التانية، اتعلمي تقولي لأ من جواكي، وبلوك للكلام السلبي وعدم التفاعل معاه، وتغيري الموضوع بدون الخروج لأي موضوع آخر. تعرفي إيه أكتر حاجة بتخلي الشخص السلبي ينجح في سحب طاقتك؟ هو تفاعلك واهتمامك، إنك تسمعي وتصدقي وتتأثري. هو بيرمي الكلمة وإنتي بتلقطيها وتسيبيها تعشش في دماغك، وبعدين تقولي ليه تقيلة ومتضايقة ومش فاهمة السبب. فاحنا هنا في خطوة الوعي اللي هتغير قواعد اللعبة كلها. خطوة بسيطة بس قوية، مفعولها زي السحر. لما تقولي لأ بينك وبين نفسك، مش لازم اللي قدامك يسمعها، مش لازم إحراج ومش لازم خناقة. لأ، هنا معناها إن أي كلمة سلبية بتتقال قدامك مش هتدخل جواكي. حط لها بوابة وسمي البوابة دي بلوك. الكلمة السلبية تيجي تخبط تلاقي الباب مقفول، تعمل إيه؟ ترجع لصاحبها تاني، تبقى مشكلته هو مش مشكلتك. السر التاني في نفس الخطوة عدم التفاعل. هو قاعد أو هي قاعدة تشكي، تنتقد، تعاتب، تحسسك أو يحسسك إن الدنيا سودة وإن مفيش أمل، مستني يسمع منك التفاعل بقى. معقول؟ يا خبر، يا ساتر، طب وبعدين؟ لكن انت ثابتة، ردودك هادية مختصرة محايدة. طيب، عقله هيفهم رسالة مخفية، إن الكلام ده مش لاقي أرض ينبت فيها عندك، إن الكلام ده مش مرحب بيه، إن الكلام ده مش بيأثر عليكي. فاللي بيحصل يا إما هو من نفسه يغير الموضوع، يا إما يسكت، يا إما
يدور على ضحية تانية يفضفض لها غيرك. وبمجرد ما تحسي إن الجو قل والموضوع رايح في نفق مظلم، اعملي الشرارة الذكية، غيري الموضوع، اسأليه عن حاجة مختلفة خفيفة محايدة، حاجة مشجعة. مثلا شفت آخر حلقة من المسلسل اللي بتحبه؟ أو على فكرة جربت الطبخة دي قبل كده؟ طيب ما تيجي نفكر في حاجة حلوة نعملها قريب. انت مش بتهربي، انت بتقود الحديث من السالب للموجب، من السواد للنور. كل ده بيتم بدون ما تعلني أي حاجة، بدون ما تزعلي حد ولا تكسري بخاطر حد، لكن الأهم بدون ما تسمحي لحد يكسر طاقتك. انت كده بترسخي قاعدة ذهبية: أنا بختار اللي يدخل جوايا وبقفل الباب في وش اللي يهدني. احفظي الجملة دي: أنا مش سلة مهملات لمشاكل الناس. الكلام اللي بيثقل قلبك ما يستحقش مكان جواكي. لما تتعلمي تقولي لأ داخليا وتعملي بلوك ذهني وتقللي التفاعل وتغيري الموضوع بذكاء، انت هنا بتعلني بداية عهد جديد. سلامك النفسي في خط أحمر محدش يقدر يعديه. دلوقتي وصلنا للخطوة اللي الناس كتير بتستغربها، بس أول ما يجربوها بيرجعوا يقولوا: إزاي ما عملناش كده من زمان؟ البيت يا بنات مش جدران وكنب وستاير، البيت طاقة، البيت روح. والناس لما تدخل عندك مش بس بيدخلوا بأجسامهم، لأ، بيدخلوا بكل اللي شايلينه. في واحدة جاية بضحكتها وتلقائيتها وجمال قلبها، ودي اللي تديكي طاقة. وفي واحدة تانية جاية شايلة جبال على صدرها، هموم، غيرة، حسد، توتر، كأنها عاملة أبديت لكل أنواع السلبية. وهنا يجي السر الجميل اللي جداتنا كانوا فاهمينه من زمان من غير علم نفس ولا كتب طاقة: الملح الخشن أو الملح الصخري. أيوة، شوية ملح، بس مش أي ملح، ملح خشن في طبق بسيط يتحط في الصالون أو المجلس. الملح ده عامل زي الإسفنجة، يمتص أي شحنة تقيلة، أي تردد منخفض، أي كلام خرج بسواد أو نظرة مش مريحة. الطاقات دي بدل ما تتخزن في الحيطان وفي الكنبة اللي بتقعدي عليها، بتتسحب للملح وبتفلتر الجو. كأنك فتحتي شبابيك الروح، تهوية داخلية، تنقية وتظبيط للمكان كله. وانت قاعدة مع الناس السلبيين، الملح بيشتغل من غير ما حد ياخد باله، بيحمي طاقتك وبيحمي أهلك وولادك وبيحافظ على هدوء البيت. الجميل بقى إن مفيش حد هيسأل إيه ده أو بتعملي كده ليه. طبق ملح عادي، ديكور بسيط، لكن بمفعول كبير جدا. جربي تراقبي البيت بعد الزيارة، هتحسي بفرق واضح. مفيش خنقة، مفيش ضيق، مفيش إحساس إنك مرهقة بدون سبب، كأن البيت بيتنفس وإنت بتتنفسي معاه. نيجي بقى لحركة من أذكى الحركات واللي بتهون على قلبك كتير وبتحفظ طاقتك من غير ما تخسري حد ولا تدخلي في صدام ولا تباني إنك بتبعدي عنهم. فكرة بسيطة بس مفعولها يشبه إنك بتقفلي حنفية الطاقة السلبية اللي بتنزف منك على الفاضي. احنا ساعات بنكون مضطرين نتعامل مع ناس مش بيدونا غير إحباط وتقليل من نفسنا ووجع قلب ملوش لازمة. ناس لما تخرجي من عندهم تحسي إنك مش نفس الإنسانة اللي دخلت، كأنهم سحبوا من روحك شوية نور ومشاعر حلوة وتركولك بدلهم تعب ودوخة. طب نعمل إيه؟ أكيد مش هنهرب
ومش هنبقى موسوسين ومش هنعادي الناس. الحل ببساطة نقلل الوقت. تشوفيهم تحترميهم طبعا، لكن بحدود. انت مش مجبرة تقعدي ساعات في جلسة كلها تذمر، نق، انتقاد، طاقة سودة، حكايات ملهاش آخر ونهايات دايما سلبية. انتبهي لجسمك بعد كل لقاء. هل بتحسي بخنقة، بصداع، أو طاقتك خلصت؟ ده أكبر تنبيه إن الوقت اللي قعدتيه معاهم كان أطول من اللازم. قليل بس مريح أحسن من كتير يهلكك. ومش لازم حتى الشخص يفهم ولا ياخد باله. انت ببساطة تزوري وقت أقل، تردي مكالمات أقصر، تخرجي بدري، تحط حدود من غير ما تتكلمي عن الحدود. تعاملي بذكاء مش بعصبية. الجميل في الطريقة دي إنها ما بتخليش في قلبك غل ولا تعب ولا صدام مباشر، وفي نفس الوقت بتدي مساحة لنفسك تتنفس وتستعيد طاقتك وتعيشي يومك براحة. وبعد فترة هتكتشفي إن علاقتك ببعض الناس اتحسنت، لأن كل طرف بقى يشوف التاني في مساحة صحية مش في مساحة استنزاف. السر هنا إن وجود الشخص السلبي في حياتك ممكن يفضل، بس تأثيره عليكي هو اللي بيقل وبيبدأ ينحسر. انت اللي بتقرري المدة، وانت اللي بتختاري قد ايه تفتحي من نفسك وقد ايه تقفلي الباب شوية عشان تحافظي على جمال طاقتك. الموضوع مش هروب ولا ضعف ولا جفاء ولا قسوة، ده نضج، ده وعي، ده حب نفس حقيقي. لأنك لما تحبي نفسك وتحافظي عليها هتقدري تحبي الناس صح وتتعاملي معاهم من مكان مليان نور، مش من مكان مستنزف ومحروق. فالقانون ده اكتبيه جوه قلبك. مش كل الناس ينفع يبقوا وقت مفتوح. في ناس لازم يبقوا نسخة خفية، ربع ساعة لطيفة بدل ساعتين متعبة. أقل وقت راحة أكتر وحياة أهدى وطاقة بتفضل ليكي مش لغيرك.